مرحبا بكم من جديد بعيدا عن ملاعب كرة القدم التي اعتاد المغاربة وغيرهم السؤال عن جديدها في وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية والجرائد الرسمية. يبدو أن المغرب يقوم بإنشاء دولة جديدة من خلال ما نشهده من تطوير وإنشاء لبنيته التحتية في مشاريع ضخمة، بعضها أخذ حيزا إعلاميا والبعض الآخر قلما نشاهد تفاصيله. فعلى مستوى النقل أطلق رسميا مشروع القطار فائق السرعة الجيل الثاني، توسيع شبكة البراق لتربط القنيطرة، الرباط، الدار البيضاء، مراكش والمطار الدولي محمد الخامس بسرعة تصل إلى 320 كيلومترا في الساعة. وسيتمدد المشروع لاحقا إلى أكادير، ميناء الناظور غرب المتوسط، مشروع استراتيجي على البحر الأبيض المتوسط يعد توأما لميناء طنجة المتوسط ويهدف إلى تعزيز الربط التجاري مع أوروبا وإفريقيا. الطرق السريعة الجديدة خاصة الطريق السريع تزنيت الداخلة والذي يربط شمال المملكة بجنوبها بطول يفوق 1000 كيلومتر، ويخدم التنمية في الصحراء المغربية ويقلص زمن السفر بين مدن ومناطق مهمة تعتبر شريان الاقتصاد المغربي، دون إغفال توسعة المطارات كمطار سلا ومطار مراكش وميادين أخرى شملها التجديد والتطوير في الطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والغذاء والدواء وغيرها. وما يهمنا الحديث عنه أكثر اليوم هو ملعب جديد بالرباط قيد الإنشاء، وهو ملعب يخص رياضة الهوكي قليلة الشعبية في إفريقيا. فلماذا يشيد المغرب ملعبا من هذا النوع؟ إن لعبة الهوكي تشتهر كثيرا في أوروبا وأمريكا الشمالية، لكنها شبه منعدمة في الدول العربية والإفريقية، والمغرب بهذا الملعب يأخذ المبادرة لإنعاش هذه اللعبة وطنيا وقارية. ويقع هذا الصرح الرياضي الجديد داخل مركب رياضي ضخم في العاصمة الرباط، ويمتد على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 16,000 متر مربع، منها 2500 متر مربع مخصصة لحلبة الجليد نفسها، ما يجعله أكبر مساحة جليدية مغطاة في إفريقيا. أشغال البناء انطلقت فعليا في سنة 2024، وقد بلغت كلفة المشروع حوالي 264 مليون درهم مغربي. وتشير آخر التقارير إلى أن نسبة الأشغال تجاوزت 70%، مع تقدم كبير في الهيكل الخشبي للسقف والمدرجات والأنظمة التقنية للتبريد والتحكم في الجليد. الملعب صمم وفق أعلى المعايير الدولية، حيث يتوفر على حلبة جليدية أولمبية تستجيب لمعايير الاتحاد الدولي للهوكي، مدرجات حديثة مخصصة للجماهير، قاعات تدريب ومستودعات ملابس، غرف تحكم ومرافق طبية، ونظام تبريد معقد يضمن جودة الجليد على مدار السنة. فما هي أهداف هذا الملعب؟ لا يقتصر الهدف من هذا المشروع على بناء ملعب عادي، بل يندرج ضمن رؤية رياضية كبرى تهدف إلى إدخال رياضة الهوكي على الجليد بشكل رسمي في المغرب، خلق جيل جديد من الممارسين واللاعبين الشباب، فتح المجال أمام تنظيم بطولات قارية ودولية في رياضات الشتاء ولملى الألعاب الأولمبية. فبهذا المشروع الطموح يضع المغرب نفسه في الصدارة الإفريقية في مجال الرياضات الشتائية، ويؤكد مرة أخرى قدرته على الاستثمار الذكي في تنويع البنية التحتية الرياضية بعيدا عن التركيز الحصري على كرة القدم. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الأشغال قبل نهاية سنة 2025، ليفتح الملعب أبوابه أمام الفرق الوطنية والدولية، ومعه تفتح صفحة جديدة في سجل الرياضات الشتائية بالمغرب. نشكركم على المتابعة.